هل يمكن أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ نعم، يمكن أن تراه في اليقظة. ما حكم رؤية النبي في اليقظة؟ أنا رأيته في اليقظة. هل المرسي أبو العباس رأى الرسول في اليقظة؟ كل يوم كان بيراه في اليقظة، كل يوم كان بيراه في اليقظة. إيه يعني؟ النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رؤيته في آمين. المنام صلى الله عليه وسلم. لا ممكن نشوفه في المنام، اللهم ارزقنا رؤيته في المنام يا رب. آمين. لكن هل يمكن رؤية النبي يقظة في الدنيا اليومين دول؟ نعم، هذه المسألة يعني مسألة محدثة تكلم عنها بعض العلماء قديما، حيث ادعى بعض المخرفين والمنحرفين أنه يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة، فأنكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: هذا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناما، رآه مناما، ثم إنه استيقظ فظن أو ادعى أنه رآه يقظة. ولهذا هذا الرجل ربيع بن محمود المرديني هذا ادعى الصحبة، ولهذا القرطبي رحمه الله وابن حجر وغير هؤلاء من العلماء أنكروا هذا القول إنكارا شديدا، وقالوا أنه يفتح بابا لا يغلق من هذه الأمور التي تدعى ولا تصح. ده ابن حجر في فتح الباري؟ نعم، ابن حجر والقرطبي كل هؤلاء أنكروا هذا الأمر، وإن كان يعني بعض العلماء قال بهذا فقد وجهه طائفة بأن هذا إنما رآه مناما ولم يره يقظة على الحقيقة. ثم الحديث الذي عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من رآه مناما فإنه سوف يراه، في بعض الروايات فإنه سوف يراه يقظة، وهي رواية واحدة في البخاري، وعامة الروايات ليس فيها يقظة. حملها الإمام النووي رحمه الله تعالى على أمور، فقال سوف يراه يقظة أي في الآخرة. أيوه. وقال ويحتمل أن هذا وقع لبعض من لم يهاجر، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قبل هجرته، فلما رآه قبل هجرته فإن الله عز وجل يبشره بأنه سيراه بعيني رأسه في الدنيا يقظة، يعني يلقاه ويشافهه ويجالسه صلى الله عليه وآله هم دول التوجيهين الموجودين عند كلام العلماء. نعم. إما أن يكون هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا، نعم. حبسوا فلم يروه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم أنهم سيلقونه، والآخر أنه من رآه في المنام في الدنيا فسيراه في الآخرة حين يراه على الحوض إن شاء الله. ولا شك، لا شك أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة حبا لنبيهم، ولم ينقل هذا عن واحد من الصحابة، لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن من دونهما من الصحابة في الرتب. نقول إذا كان في أولياء فالصحابة أولى الناس. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قل ليلة تأتي إلا وأرى فيها حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنس رضي الله عنه يخبر عن نفسه أنه قل ليلة تمر حتى يرى رسول الله أي مناما، وهذه رتبة علية، أن يرى الإنسان النبي في المنام رتبة علية. بل قال بعض أهل العلم كابن حجر وغيره إن علامة المحبة الصادقة أن تتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مناما صلى الله بنفسك وأهلك ومالك، اللهم لا تحرمنا، وليس القضية أن يرى يقظة. بعض الناس يقول، بعض أهل العلم يقول: نحن انحنت ظهورنا في طاعة الله وسقطت أسناننا في عبادة الله تعالى، وما تيسر لنا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم مناما، ومن رآه فقد رآه مرة، فكيف بمن يدعي أنه يرى النبي يقظة؟ يقول: وددت لو أني رأيت خادمه يقظة صلى الله عليه وسلم وليس النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا لا يتأتى والله أعلم. طيب شيخنا، رؤية النبي في المنام، اللهم لا تحرمنا رؤية النبي في المنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رؤية النبي في المنام هل تؤسس أحكاما، يعني تكون مصدر من مصادر التشريع؟ واحد يقول أنا شفت النبي والنبي قال لي
اعمل كذا او سوي كذا او بطل كذا. نعم. هل الرؤية في المنام تؤسس شرعا؟ الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره في المنام ليس فيها تشريع، وإنما هي ليست مصدر من مصادر التشريع أبدا، إنما هي تبشير أو إنذار، تفيد هذا الرجل بشارة أو نذارة. فإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي تعرف وتذكر وحدثه بأمر أو خطبه بأمر فهو إشارة وفيها بشارة. لكن لو رآه على غير الصفة المعهودة المعروفة، الشرط ده مهم قوي. نعم، لأن ممكن حد يجي له في المنام نعم، راجل مثلا لحيته بيضة ووشه منور ولابس أبيض في أبيض وطاير في السماء ويقول له أنا النبي. يقينا ده مش النبي. ليه؟ لأن اللي يقول لك لحيته بيضة النبي ما كانش لحيته بيضة صلى الله عليه وسلم. ليست هذه هي الهيئة التي نقلت يعني. لازم يبقى عارف، لكنها قابلة للتأويل. رسم يعني لو قال مثلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حليقا مثلا، أهل الجنة. نعم. فهذا يؤول نعم. ولا مانع من تأويله ولا يكذب طالما أنه يقول يعني إني رأيته مناما وليس يقظة، لا يكذب. لكن هذه الرؤية قابلة لأن تؤول. أما أن يقال إني رأيته يقظة، قلنا الذي يراه على صورته، شكل عينيه وشكل أنفه وشكل حواجبه وشكل لحيته وشكل شاربه وشكل أذنيه، الوصف اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يشوف وصف النبي ده يبقى هو النبي. من رآني في المنام فقد رآني حقا. أما اللي رأى صورة حلوة، مش شرط كل صورة حلوة، ممكن الشيطان يجي له في صورة حلوة ويقول له أنا النبي. ممكن ولا مش ممكن يا شيخ؟ المهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به في صورته، في هيئته المعروفة، في صورته أحد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كونه مصدرا من مصادر التشريع، لا يمكن بحال أن تكون هذه الرؤية بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم مصدرا من مصادر التشريع. فإن جاء إنسان يسقط تكليفا أو يبتدع تكليفا فإن هذا يرد عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الرؤية لا تتضمن أكثر من البشارة أو النذارة، ولا يجوز أن يستمد منها تشريع أو أن تكون بمثابة الوحي النازل من السماء. جزاكم الله خيرا يا شيخنا.